السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الاهلاوية في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة ليلة العيد. انا والله ما كنتش طالع النهاردة، بس ما قدرتش افوت الفرصة ان انا اطلع ابارك للزمالك والبيراميدز يا صاحبي، مش الزمالك. لان النهاردة انا طالع ابارك على الصفقة اللي تمت بنجاح، تمت بحمد الله النهاردة، وصفقة للتاريخ. نادي صدعنا طول عمره عن الشرف والنزاهة والأمانة، وفي كل موقف وفي كل اختبار اتحط فيه افتقد للشرف والأمانة والنزاهة. الصفقة اللي اتكلمنا عليها يوم 14 مايو 14/5 اللي فات بين الزمالك وبيراميدز، وقلت لكم بالنص افتكروا كلامي ان الزمالك هيفوت ماتش بيراميدز في الدوري، وفي اخر السيزون بيراميدز هيفوت للزمالك عشان يراضيه بالكاس. نسمع مع بعض الفيديو في 30 ثانية سريعة جدا. ويمكن النقطة التانية اللي انا عايز احكي فيها ومهمة جدا، مهمة جدا، ركزوا معايا. السيناريو اللي محطوط ما بين بيراميدز وما بين الزمالك ان الزمالك هيفوت لبيراميدز ماتش الدوري، وفي المقابل عشان الزمالك الننوس ما يطلعش في موسم صفري، بيراميدز هيفوت الكاس للزمالك. وخليكم فاكرين كلامي ده، وهنرجع تاني للفيديو وهعمل له هايلايت كده وهحطه لكم. خليك فاكر بعد تفويتة النهارده الزمالك لبيراميدز، بيراميدز هيفوت للزمالك ماتش الكاس اللي جاي. هتشوفوا الكلام ده وهنتحاسب وهنتقابل انا وانتوا. ده اللي اتكلمنا عليه وده اللي قلناه وده اللي حصل بالحرف وبالنص. صفقة كان الايجنت بتاعها واللي نفذوها الاتنين حراس المرمى. نفتكر مع بعض عواد في ماتش الزمالك وبيراميدز في الدوري اللي عمله عشان ينفذ الصفقة ديت، والنهاردة سوبر شناوي اللي بيطير والكرة جاية لناصر منسي على الارض، وهو بيطير زي سوبر مان عشان خاطر يصد الكرة في السماء وهو الراجل بيلعبها على الارض. طبعا يعني الصفقة واضحة جدا وضوح الشمس، مش محتاجة ابدا ان انا اقعد ادي ايفيدنس او ادي اي دلائل عليها. النهاردة فريق الزمالك اللي اعتقد يعني لو اي حد فينا ما يرضاش ياخده في حجز كوره، لو خدته في حجز كوره هتتفضح. النهارده بيغلب بيراميدز ضربات جزاء وبيتعادل مع 1-1. بيراميدز اللي لسه كسبان سان داونز في العوده ومتعادل معاه في الذهاب وكسبان نهائي افريقيا منه وابطال افريقيا من كام يوم، بيتغلب النهارده من الزمالك بضربات الترجيح. طبعا ضربات الترجيح طالما وصلنا ليها الامر سهل، لكن العبره كانت في المباراه والهدف اللي حضراتكم شايفينه. والنهارده ليله رد الجميل، والنهارده ليله اتمام الصفقه. الف الف مبروك للزملكاويه على الشرف والنزاهه والامانه. افرحوا بالدوري. وبفكر عمرو الدرديري بفكره لما اتكلم على الاهلي يوم مباراه الدوري، قال لهم هتناموا مرتاحين. طيب انتوا النهارده ايه الاخبار يا زملكاويه؟ هتناموا مرتاحين وانتوا واخدين الكاس بصفقة ما بينكم ما بين بيراميدز تفتقد للنزاهة وتفتقد للأمانة؟ افرحوا يا زملكاوية بكاس الصفيح وخلوا الأهلي ليه كاس العالم للأندية. طيب أنا النهاردة بس برضو عايز أتكلم على واد كده اسمه هاني شكري. مرتضى كان بيأكله الخيارة في بقه. مرتضى كان بيأكله الخيارة فين؟ في بقه. الواد ده طالع يشتم جمهور الأهلي بالأم، بيقول لجمهور الاهلي يا ابن ما بتصورش مع اهلاويه اولاد. انا مش هتكلم على الواد ده، انا كل كلامي لمجلس اداره الاهلي. الموقف ده اتكرر من مروان حمدي، شتم جمهور الاهلي بالام. ما نعرفش مصير القضيه ايه لحد دلوقتي، وهل في قضيه اصلا ولا لا، ما حدش طلع يتكلم معانا. كذلك الكلام لنادي الاهلي والادارته في قضيه الواد ده اللي اسمه هاني شكري. لو ما تمش مقاضاته وان انتوا تجيبوا جمهور الاهلي، تجيبوا حق جمهور الاهلي، فانتوا مسؤولين قدام جمهور الاهلي. عشان مش كل مره حته عيل ما يسواش قرش يطلع يشتم اسياده جمهور النادي الاهلي. فالناس اللي بتتكلم ان احنا خدنا امام عاشور بعد ما شتمنا، خدناه وبنربي امام عاشور. والواد هاني بتاعكو لو عايز يجي يتربى في الاهلي مفيش مشكله، نربيه برضه، مفيش اي مشكله خالص. نشوف عم حارس لو تعبان نجيب له مساعد، ولو غلط ناكله الخياره زي مرتضى ونعلمه الادب، ما عنديش اي مشكله خالص. اللي يطلع من الزريبه دي، اللي يطلع من الزريبه
زي عمرو الجرجيري اللي طالع بيقول لك اصل ده واحد من اهم رجال الاعلانات في مصر وبيسانده. ما هي زريبه، طبيعي اللي يطلع منها يطلع بالعقليه دي ويطلع بقله الادب والسفاله والانحطاط ده الطبيعي بتاعكم. اي حد يطلع من الزريبه دي هو محتاج يتربى من اول وجديد. فاللي محتاج يتربى فيكم مفيش مشكله نربيه، ما عندناش اي مشكله خالص. نروح برضو لاحمد سالم اللي طالع بيقول لك امر مثير للعجب، السماح لبيكهام بمغادره سيراميكا قبل انتهاء الموسم وانضمامه لفريق اخر. وده سلومه ما لفتش نظرك لاي حاجه؟ يعني ده ما لفتش نظرك لاي حاجه؟ نو كومنت. طارق السيد اللي طالع يقول لك يا ترى بيراميدز خد مكان مين؟ والله يا طارق بص، انت غلبان ومسكين وبيطلعوا يضحكوا عليك ويهرجوا عليك في مع ابراهيم فايق على القهوه، فانت مش محتاج حد يضحك الناس عليك اكتر من كده. فانا مش هقول لك خد مكان مين عشان ما تزعلش. بس مش حابب اتكلم اكتر من كده يعني. لكن النهارده كانت ليله رد الجميل في ليله العيد من بيراميدز للزمالك، والف مبروك للناديين تمام الصفقه. كل سنه وحضراتكم طيبين يا اهلاويه والزملكاويه اللي محترمين اللي مش راضيين عن الفساد والقرف وقله الادب ده. كل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.